السلام عليكم. رغم أنه اجتاز الفحص الطبي للانتقال إلى باريس سان جيرمان قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة، تعطلت صفقة المهاجم المغربي حكيم زياش في نهاية المطاف بسبب إجراءات إدارية. فقد رفضت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الاستئناف المقدم من نادي باريس سان جيرمان من أجل إعلان انتقال حكيم زياش. وتعذر النجم المغربي حكيم زياش من الانتقال من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى الآن. وليلة الثلاثاء والأربعاء لم يتأكد انتقال اللاعب المغربي رغم أنه اجتاز الفحص الطبي، وذلك لعدم المصادقة إداريا على الصفقة في الوقت المناسب. وحسب بعض المصادر الفرنسية فإن أشرف حكيمي طلب من الجماهير الهدوء والانتظار الإجراءات التي ستقوم بها نادي باريس سان جيرمان من أجل إنجاح عملية انتقال زياش إلى القلعة الباريسية. وقال أشرف حكيمي أن رابطة المحترفين لكرة القدم في فرنسا منحت الأندية حتى منتصف ليلة الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية.